بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود إليكم مرة أخرى في حلقات من برنامجنا السابق، والذي تناولنا فيه ثقافة الحسينية وأثرها على تكوين الشخصية الشيعية وضررها على القضية الأحوازية. فسوف نستمر معكم في هذه اللافتات القصيرة لنبين ما هي ثقافة الحسينية وكيف لنا أن نتجنب هذه الثقافة ونخرج من هذا الضيق الطائفي الذي وضعتنا فيه هذه الثقافة، لنخرج إلى رحابة الإسلام وإلى سعة الإسلام، ليكون جزءا من هذه الأمة، نعيش مع الأمة، نتفاعل مع الأمة بعقيدتها وبفكرها، وبأن نرتبط مصيريا مع هذه الأمة الواحدة التي اختارها الله لنا حين قال: وهذه أمتكم أمة واحدة. أعزائي المشاهدين، أنا ومن خلال الاتصالات التي تجري معي عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال المراسلات، بعض الأخوة من أهل السنة يسألني، الأخوة في الأحواز، إنه كيف أكون داعية؟ يعني هو يستفهم عن كيفية أن يكون داعية للتوحيد، هداه الله ويريد أن يهدي أهله وأن يهدي أصدقائه ويهدي أبناء مدينته، فبالتالي يريد يعرف طرق وسبل أن يكون داعية. البعض يعتقد أنه الداعية يجب أن يكون مثلا مفتي أو مجتهد أو خريج شريعة. لا، يعني في الحقيقة هذه الأمور مطلوبة، هذه يعني كسب العلم يعزز معرفة وعلمية الداعية. ممكن أن تكون داعية إذا ما حفظت العناصر الأساسية للدعوة، وهي أولا أن تكون حافظا لأركان الإيمان الخمسة، أن تكون حافظا لأركان الإسلام الستة، أن تكون حافظا لنواقض الإسلام العشرة، أن تكون حافظا لمعنى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. عندما تتمكن من حفظ نقاط هذه الأركان تصير بعد ذلك تدعو بها، وعندها تكون داعية لتوحيد الله سبحانه وتعالى. بعد ممكن تكون داعية بأن تلفت انتباه الناس إلى المحرمات، تلفت انتباه الناس إلى الشركيات، تدعو الناس لترك الخرافات، لترك الخزعبلات، لترك البدع. هذه كلها من وظائف الداعية، وكل من يقوم بهذه الأمور يصبح داعية. عندما تنهي الناس عن الذهاب إلى هذه العتبات وهذه المقامات، فأنت داعية. عندما تبدأ تعرف الناس
عن أن ما يجري في الحسينية من ثقافة ومن طقوس كلها شركيات وكلها بدع ما أنزل الله فيها من سلطان. عند ذلك فأنت داعية، الداعية يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد هو أول شعار نزل في الإسلام، هو شعار التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أحد هذا شعار الدعوة. لا يستقيم أن تكون داعية وبنفس الوقت تريد أن تجامل على حساب الدعوة والعقيدة، أن تجامل أهلك وأن تجامل أصدقائك عندما تشاهدهم يذهبون إلى قبر سيد هادي وينذرون لسيد هادي وسيد عباس وسيد خضر وسيد حمزة وسيد بطيخ. لا يا حبيبي، لا تجامل. عندما تريد أن تكون داعية فتذكر إن دعوتك هي لله سبحانه وتعالى، أنك تدعو الناس ليقولوا ويشهدوا قولا وإيمانا وعملا بالتوحيد، بوحدانية الله الذي لا يقبل أن يشرك به ولو طرفة عين. نعم، ما يجري الآن في هذه الحسينيات كل يوم فيها شيء جديد، كل يوم فيها بدعة جديدة، كل يوم فيها مخالفة لشرع الله، كل يوم فيها مخالفة جديدة للتوحيد، كل يوم فيها شيء جديد يسلخك أنت العرب الأحوازي، أنت المسلم، يسلخك من أمتك، يبعدك عن أهلك، عن أبناء أمتك، يبعدك عن الإسلام. وكل يوم في بدعة وخرافة جديدة تجعلك منغمس أكثر فأكثر في ضيق الطائفية، تجعلك بعيدا عن هويتك وعن حضارتك وعن تاريخك الإسلامي العربي اللي صنعوه أجدادك. إذن بالتوحيد نستعيد حياتنا من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.